في اليابان عروض مغرية من الحكومة للمواطنين لمغادرة العاصمة طوكيو. لنسمع السبب. اتضح أن الاكتظاظ السكاني في العاصمة طوكيو دفع الحكومة للكشف عن عروض مغرية للعائلات في العاصمة تتمثل في مبالغ مالية ضخمة للعيش خارج المدينة لمدة زمنية معينة أقصاها 5 سنوات. وقالت صحيفة ذا تايمز البريطانية: سيعرض على العائلات نحو $7,500 عن كل طفل، إلى جانب $5,300 إضافية. وقالت أيضا أن الحكومة تريد تخفيف من مخاطر الزلازل في العاصمة مع ازدياد تركيز السكان في المدينة. كما روج أيضا المقر الرئيسي الياباني للزلازل محذرا من مخاطر حدوث زلزال قوي بنسبة 47% يضرب طوكيو في الأعوام 30 المقبلة، كما جاء في صحيفة ذا تايمز البريطانية.